السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ في الفيديو اللي فات يا جماعة اتكلمنا إن احنا كل 10 أيام بنحط جرعة للكوكسيديا، تمام؟ الفيديو اللي فات كانت الفراخ بتاعتنا عمرها من 20 لحد 23 يوم، قلنا هنحط بالنهار جرعة كوكسيديا طول النهار. طيب بالليل يا جماعة هنبتدي إن احنا نحط جرعة مضادة للسموم ورافع مناعة بالليل. يبقى احنا بالنهار بنشتغل جرعة كوكسيديا طول النهار، وهنيجي بالليل إن شاء الله هنشتغل جرعة مضاد للسموم مع رافع مناعة بإذن الله. نبتدي بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه زي ما اتعودنا وزي ما اتكلمنا قبل كده دايما، ان احنا لما نكون هنحط اي علاج في الميه او هنحط مثلا خلطه في الميه او كده، لازم ان احنا نرفع الميه من قدام الفراخ ساعتين ثلاثه، عشان لما انزل العلاج بتاعي قدام الفراخ وتبتدي الفراخ كلها تجري وتشرب وتسحب في الميه، بكده انا هعرف ان الفرخ بتاعي ماشي معايا تمام، ما عنديش فيه مشكله ولا اي حاجه. الحاجة التانية، بص دايما على انتشار الفراخ بتاعتنا النهارده خلاص 24 يوم، هي 25 يوم. بص على انتشار الفراخ، شوف الفراخ بتاعتك عاملة ازاي، هل الفراخ بتتلم على بعضها ولا الفراخ منتشرة وبتجري وبتلعب والكلام ده. هتلاقي ان الفراخ عندنا، يعني الفراخ مش لمة على بعض ولا حاجة، بالعكس ده الفراخ هي زي ما انتم شايفين قاعدة هبطانة شوية، لأن الجو النهارده كان حر، درجة الحرارة كانت عاملة 33 بالنهار. وخدوا بالكم زي ما قلنا قبل كده ان درجة الحرارة بتيجي بالليل بتبتدي بتنزل لحد العشرينات كمان. فانا لذلك هتلاقيني ايه طول النهار كنت طافي النور في الفيديو اللي فات. بص دلوقتي هتلاقوني دلوقتي خلاص ولعت النور بتاعنا اهو، تمام. اللمبات بتاعتي ولعة يا جماعة اهيت، تمام. طبعا الشباك برضو لميت التهويات بتاعتنا، الشباك قدامكم اهو، لميت التهويات تمام كده. فاحنا زي ما قلنا نظبط امورنا احنا طول النهار، الجو معانا كويس، ما عندناش اي مشكله. لا بنولع نور ولا بنقفل تهويات ولا اي حاجه. بنيجي بقى بالليل، الجو بيبدا ان هو يغير معانا، درجه الحراره معانا بتنزل، ان هو احنا مولعين النور بتاعنا وبنلم التهويات بتاعتنا. خد بالكم ان انا قلت لكم احنا بنبتدي الدوره بتاعتنا على لمبه حمراء 200. حاليا اللمبات اللي انا حاططها كلها لمبات 100 بس، 100 ولمبه بيضاء بس للاضاءه، لان خلاص انا ما عدتش محتاج اللمبه الحمراء ال 200 في حاجه. انا محتاج درجه الحراره تبقى ثابته معايا بالنهار وبالليل 27 28. بعد ال 25 يوم ان شاء الله احنا محتاجين درجه الحراره بتاعتنا 27 28 بالنهار وبالليل. طبيعي زي ما قلنا ان بالنهار درجة الحرارة اصلا بتبقى عالية، عاملة معانا 32 33. ده حاجة غصب عني لان الجو عندك حر. تيجي انت اخر النهار درجة الحرارة بتنزل عندك لاقل من ال 25، بتلاقي عاملة 22 23. فانت بتولع بس اللمبات الحمراء ال 100، بحيث ان هي تحافظ معانا على الدفء بتاعنا وخلاص على كده، تمام. بالنسبة بقى لمضادات السموم اللي هننزل بيها، زي ما قلنا قبل كده، بالنسبة للكميات الكبيرة، المزارع أو حد بيربي كمية كبيرة فوق ال 200 فرخة أو الكلام ده، لازم إن أنت تجيب حاجة عالية جدا، لازم هتجيب حاجة مستوردة وبتجيب لترات أو نص لتر، تمام. طيب بالنسبة للكميات الصغيرة في البيت 25 50 100، مش شرط إن أنت تروح تجيب لتر أو نص لتر أو الكلام ده، على الأقل هتجيب أزايز زي دي. يعني أنت هتروح للبيطري وهتقول للبيطري أنا محتاج مضاد للسموم، بس يكون حاجة كويسة، ما تجيبش حاجة ضعيفة. أنت كده كده بتجيب كميات بسيطة إيه، البيطري بيبقى عنده إيه، الأزايز ديت بيعبي لك فيها، تمام. فحاولوا بس إن أنتوا تجيبوا حاجة كويسة، حاجة تكون مستوردة، ما تجيبوش حاجة ضعيفة عشان إن شاء الله تجيب معانا نتيجة. وخاصة يا جماعة إن السموم بتعمل مشاكل كبيرة جدا للفراخ، لذلك إحنا بنقول على عمر 20 يوم إن شاء الله لازم هندي جرعة للسموم. السموم لو جت للفراخ بتبهدل الفراخ معانا، بتنفق أو بتموت معانا فراخ بنسبة كبيرة جدا، فإحنا لازم نهتم بالحتة دي، تمام. هنروح للبيطري إن شاء الله هنقول له محتاجين مضاد للسموم ورافع مناعة، تمام. ادي مضاد للسموم بتاعنا اهو، مضاد السموم اهو، تمام. هنحط منه سنتي على لتر ميه، ولازم يكون حاجه نظيفه زي ما قلنا. وده يا جماعه رافع المناعه اله سيلينيوم، رافع مناعه. طبعا انا مش جايب رافع مناعه بس، انا جايب رافع مناعه مع امينوهات، يعني ايه سيلينيوم مع مجموعه فيتامينات مع امينو، بحيث ان انا يعني اضرب عصفورين بحجر زي ما بيقولوا، حاجه تزود معايا الوزن وفي نفس الوقت حاجه رافع مناعه، الاتنين مع بعض، تمام. وده رافع المناعه هنشتغل برضو سنتي على لتر ميه، ولو حبيت تزود منه 2 سنتي مفيش اي مشكله ان شاء الله. هنحط بقى العلاج بتاعنا. طبعا يا جماعة قبل ما بنحط أي علاجات سايلة زي كده لازم بنرج الأزاز كويس. أي علاجات سايلة يستحسن إن أنت ترج الإزازة كويس جدا زي ما أنا بعمل كده، تمام كده. ترج الإزازة كويس
وهتحط السقاية اللي قدامنا دي 8 لتر، هتحط عليها 8 سنتي ان شاء الله، يبقى سنتي على اللتر. ادي رفع المناعة بتاعنا حطيناه اهوت. هنحط بقى مضاد للسموم، برضو بنرج الازازة كويس جدا، نرج الازازة كويس جدا. تمام. وهنحط برضو مضاد للسموم 1 سنتي على اللتر، يعني 8 سنتي. تمام كده. نبتدي بقى نقلب المية بتاعتنا تقليب كويس أوي بالعلاج. خلاص قلبنا كده المية بالعلاج كويس أوي. هننزل بقى المية بالعلاج قدام الفراخ بتاعتنا يا جماعة. خلاص نزلنا المية بالدواء بتاعنا قدام الفراخ يا جماعة. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الفراخ قامت الله بدأت إنها تتحرك وتشرب على طول. اللي بيشوف المية بيقوم إن هو يتحرك ويشرب معانا أهو. طيب ايه هي فوائد مضاد للسموم؟ احنا ليه دايما بنقول يا جماعه امشوا ورا العلاج اللي احنا بنقول عليه؟ بنحط جرعه كوكسيديا. فياريت تمشوا زي ما احنا بنعمل، بتحطوا جرعه كوكسيديا، بنحط مضاد للسموم. عاوزينكم تمشوا زينا. ايه الفوائد بتاعه مضاد للسموم؟ اول حاجه مش بس عشان اعالج السموم، هو كده كده احنا بنحط مضاد للسموم على اساس ان احنا نعالج السموم اللي بتترسب في جسم الطير من العلف، لان مهما كان العلف نضيف كده كده هيجيب سموم. طيب ايه تاني؟ انتوا عارفين ان السموم بتترسب في الكبد، فانت لما بتحط مضادات السموم بتنظف الكبد من السموم، فبالتالي الكبد بيقوم بالوظائف بتاعته. هتلاقي ان دايما الطير عندك حيوي، حركته كويسة، كفاءة تحويل العلف كويسة، وكفاءة الفرخ نفسه وحركة الفرخ نفسه كويسة. فلذلك احنا بنقول حط مضادات السموم، مش بس عشان اعالج السموم، لا، انا عاوز دايما الفرخ عندي فايق، بيجري، بيتحرك، الكلام ده. انا لو قصرت في مضاد السموم، ودي حاجة من الحاجات اللي الناس ممكن تلاقي الفراخ عندها في اواخر الدورة كان حركتها ضعيفة، هو مش عارف ليه، بيأكل وبيشرب والجو عنده كويس والدنيا عنده تمام، ومع ذلك تلاقي الفراخ بتاعته على طول قاعدة ما بتتحركش كتير. ده بسبب إن الفراخ عندها سموم يا جماعة. السموم بتخلي الفراخ قاعدة مكانها، ولا بتتحرك ولا بتجري، تلاقيها دايما كنة. تمام كده. فلذلك احنا بنقول دايما حطوا مضادات السموم على عمر 20 يوم لمدة 4 أيام بالليل إن شاء الله، كل يوم بالليل لمدة 4 أيام من عمر 20 لحد ال 23. وعلى ال 30 ان شاء الله قبل ما نذبح الفراخ برضه 3 4 ايام، بحيث ان انا انضف الفراخ. الحاجه التانيه برضه، انت بتخلي الفرخ بتاعك دايما صحته كويسه، الفرخ نضيف، في نفس الوقت الطعم نفسه كمان حلو. انت بتنضف جسم الطير من السموم بتاعه العلف، فطبيعي هتلاقي جسم الطير نفسه كويس وطعمه كويس. تمام. ومش هيعمل معانا نفق ابدا، وهتلاقي تحويل الفرخ اعلى، هيرمي معانا اوزان عاليه، وكمان سحب العلف بتاعك هيبقى قليل. فمضادات السموم اللي احنا بنحطها ديت لها فوائد كتير جدا. يا ريت الناس تمشي زي ما احنا بنقول. وزي ما قلنا مش شرط ان انت تروح تجيب ازازه لتر كامله او نص لتر كامل ب 400 جنيه ولا 500 جنيه ولا الكلام ده كله، لا. انت هتروح للبيطري هتقول له انا عاوز على قد عندي 20 فرخ، عندي 50 فرخ، هيدي لك بس ازاز صغيره 30 سم 50 سم، حاجه نظيفه، هتجيب معاك نتيجه على طول ان شاء الله. تمام كده. اللي محتاج اي حاجه يبعت لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.